اجي واش هاد المنتوجات السرجولي ولا المجمده صحيه ولا لا؟ اجي اليوم نشوفوا واش بلان ولا ماشي بلان. بقى معايا. مباشره من بعد الجني كيدوزوها للسيرجيلاسيون. الفاكهه ديالك ولا الخضره ديالك ما تتاكسدش وما كتخسرش مع الوقت، حيت تدوز نيشان العمليه ديال التبريد، فالمكونات الغذائيه ديالها والتغذويه كتبقى محافظه عليهم، ولكن الطري تيبقى ديما ذو جوده عاليه. الا ان المشكل اللي كاين في الطري في المغرب هو انه ملي كيتجنى كيدوز بزاف ديال المراحل وكيتعطل باش يوصل للمائده ديالنا، وبالتالي تيكون تاثر بزاف خصوصا في الجوده الصحيه وحتى الجوده الغذائيه. ملي كنهضر على السورجولي فتيبقى احسن بزاف من لي كونسيرف. ودابا كيفاش نعزل هاد الجلبانه سورجولي؟ ديما نشوف ليتيكات ولا لائحه المكونات خاصها تكون 100%، حيت بعض المرات تيزيدوا عليها مواد حافظه، بحال دابا اللي كانوا غيديروا التحضيره ديال ديسير فيها البنان فرومبواز ميرتي تيزيدوا السكر ولا السيرو ديال السكر، تيقدروا يزيدوا بعض المرات ملونات باش يعطيو واحد اللون للخضره ولا الفاكهه. وبلاتي واش هذا المنتوج الا كان مجمد يعني نقدر نبقى ديما نستعملوه وما نديهاش في التاريخ؟ لا، فين ناخذ المنتوج الا كنت غنحطو غير في الثلاجه 24 ساعه، في الكونجيلاتور ناقص 6 عندك سيمانه، ناقص 18 ناقص 20 خاصك تشوف التاريخ ديال الصلاحيه. وديما منين تخرج تستعمل شي كميه رجعوا ديريكتومون الكونجيلاتور، حيت الا ديكونجلا ما تيبقاش يرجع للكونجيلاتور. وبارطاج هاد المعلومات مع صحابك اصاحبي، واكي عاون ربي.